الفيديو ده جميل جدا لاني هقول لك على 10 حاجات من اسهل الحاجات اللي يغفر لك كل ذنوبك. كل الكلام اللي هقوله من كلام سيد ولد ادم، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله بحمده 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وقال صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أكل طعام فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول برضو صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إن بعد كل صلاة، بعد دبر كل صلاة، اللي يسبح ربنا عز وجل 33 ويحمد ربنا عز وجل 33 ويكبر ربنا عز وجل 33 وبعد كده يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كده يبقى 100. اللي يحصل له غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه، لما تيجي تنام كده تقول إيه بقى؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ويقول برضو صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أخيرا بيقول صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث في كلام يعني: من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فرا من الزحف. لا عليك يا شيخ، في حاجات من اللي أنا قلتها دي تقدرش تعملها أو صعبة أو محتاجة مجهود، الموضوع كله توفيق. خلي بالك غالبا أي مصيبة أو ابتلاء في حياتك أساسه الذنوب بما كسبت أيدينا، نستغفر، موضوع سهل. فأشد حيلك، يا رب اعفو عنا واغفر لنا ذنوبنا يا رب. السلام عليكم.